استاذ احمد النحاس عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. النهارده وصل فاكسات للانديه اللي كانت مشتركه في بطوله 94 في التاجيل بتاجيل المباريات قبل 4 ايام من انطلاق البطوله، مع ان انت حضراتكم بعتوا فاكس ان البطوله هتستكمل يوم 15. مساء الخير يا كابتن اسامه، ومساء الخير لاسره كره اليد بالكامل، ونخص بالتحيه بالنسبه لاسره كره اليد في مدينه الاسكندريه. عشان نوضح بس للناس والناس تبقى فاهمه ايه اللي حصل. احنا لغايه امبارح كنا مستعدين للبطوله اللي هتقام في بنها بالنسبه لمواليد 94، وفوجئنا بخطاب من مديريه امن البحيره بعدم المقدره على تامين المباريات. انا كاتحاد في الاخر بيهمني تامين الاسر اللي رايحه واللعيبه اللي رايحه. انا كلنا عايزين النشاط، كلنا عايزين الدنيا ترجع تاني والناس تقوم تاني، لكن في نفس الوقت انا يهمني ان انا امنك. انا كاتحاد يد انا باخد قرار ان انا استأنف النشاط، بس في مقومات تانية لازم تبقى موجوده معايا عشان النشاط يستأنف. ما ينفعش اقول انا هستأنف نشاط او هلعب بطوله زي دي دوره مجمعه ممكن يحصل فيها شد وجذب من داخل اسره كره اليد او من خارجها، وفي الاخر يطلع لي خسائر انا في غنى عنها. احنا يعني عشان برضو نبقى نقول كلام يعني مفيد او الناس تبقى عايزه تسمعه، احنا هننتظر 4 ايام او 5 ايام كاتحاد كره يد، وهنبتدي نعمل اتصالاتنا مع قيادات وزاره الداخليه بشكل عام وندخلهم معانا، لان احنا شايفين دلوقتي ان في ناس عايزه تشيل ايديها من الموضوع. فربنا يسهل كده ان شاء الله، ما نقلقش. بس احنا في خلال زي ما قلت لك كده على اخر الاسبوع ان شاء الله هيحصل اتصال مع قيادات الداخليه على مستوى وزاره الداخليه، بدايه من السيد الوزير والقيادات القائمه على المنظومه الامنيه في مصر، وان شاء الله باذن الله هنقدر نوصل لاتفاق يوصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها، اللي هي استئناف النشاط، وفي نفس الوقت ابقى مامن لعيبتي واسري واسره كره اليد بالكامل. كابتن احمد، ده بالنسبه لفريق 94. هل يعني ممتاز الف وممتاز ب في ناس كتير بتطالب ان هم يلعبوا؟ انت عارف الموارد الماليه بالنسبه للناس دي بتبقى ضعيفه جدا، والمحترفين بيقرروا بالالغاء لان هم يعني اهلي ولا زمالك كانوا مستريحين ماديا شويه عن الناس دي في درجات ادنى. انت عارف حضرتك وحاسس بيهم هم قد ايه بيعانوا بالقصه دي. هل في امل ان البطوله ترجع؟ الدوري الممتاز الف الممتاز ب القصه دي فيها امل ان هي ترجع؟ احنا ان شاء الله 94 الامن مش راضي يامن، فاما الفريق الكبير او الناس الكبيره بقى هيقدر ان شاء الله باذن الله. احنا زي ما قلت لك يا كابتن اسامه، احنا يعني حددنا صالات معينه هيحصل فيها انعقاد الماتشات، تمام، وبعتنا للانديه تمام على مستوى الجمهوريه بمخاطبه مديريات الامن للافاده بالنسبه رايهم لخطه تامين المباريات، تمام، على رأسهم اتحاد الشرطة الرياضي، مع الوضع في الاعتبار ان اتحاد الشرطة هو مكان امني، بس في نفس الوقت لازم يبقى موجود خدمات من مديرية امن القاهرة متواجدة مع الماتشات، تمام. احنا منتظرين الرد من الاندية دلوقتي، والرد ده مش هياخد مدة طويلة، احنا بنتكلم برضه في حوالي 4-5 ايام، اسبوع بالكثير قوي، ان احنا الجهة الامنية ترد علينا بمدى امكانية تأمين المباريات. يعني احنا خلي بالك برضه، خلي بالك يعني لو فرضنا ان في مديرية امن ردت عليا وقالت لي انا مش هامن، انا مش عند كلامه، انا هوجد البديل. يعني لو انت مديرية امن البحيرة غير قادرة على تأميني، انا هاخدك واطلع على مديرية امن المنوفية مثلا، مديرية امن القليوبية، المهم يبقى في صالة او مكان اقدر العب فيه مجمعة. بالنسبة بقى لنادي بورسعيد، هل المجمعة هتكون في بورسعيد؟ طبعا مديرية امن البحيرة لما ردت وخصت بالذكر مدينة بورسعيد ان هم مش ما عندهمش استعداد ان اي ايفنت رياضي او نشاط رياضي على الاقل في الفترة اللي احنا فيها دي يبقى موجود في مدينة بورسعيد. ممكن يبقى في بلد ساحلية قريبة من مدينة بورسعيد، على سبيل المثال مش الحصر مثلا اسماعيلية، ممكن يبقى المباريات تتلعب في اسماعيلية، وفي صالة على ما اعتقد كده في الاسماعيلية. تمام. فهم واضح ان في اتجاه امني، لان زي ما انت عارف احنا لغايه دلوقتي مفيش محافظ لمدينه بورسعيد. يعني مدير امن بورسعيد منوط اليه مهام المحافظ لحين تعيين محافظ. فطبعا احنا لما بنبص يعني حتى النهارده كابتن حسن رمزي من اعضاء مجلس اداره نادي بورسعيد كلمني وكان بيستفسر على القصه دي، تمام، وانا يعني قلت له كلمته بكل شفافيه عشان يبقى عارف نفس الوضع بالظبط.
ان مديريه الامن عندهم اللي هي مديريه امن البحيره رفضت اي انعقاد لايفنتات رياضيه داخل مدينه بورسعيد، لان هم واضح ان هم لسه ما وصلوش لقدر من السيطره اللي هم يسيطروا على المنظومه الامنيه عندهم. خلاص احنا يعني ناخد من حضرتك ان خلال الاسبوع ده كل الامور كلها هتتحل، وان شاء الله هنبقى معاك على اتصال يوميا خلال الفتره دي عشان يبقى في الناس كلها تعرف، يبقى في شفافيه، وكلنا نعرف البطولات هتبدا امتى وال94 امتى. شكرا لحضرتك. اهم حاجه يا كابتن اسامه، لازم انت كمواطن من محافظه اسكندريه ان انت تطمن الانديه اللي في مدينه الاسكندريه، سواء نادي اصحاب الجهاد، نادي سبورتنج، نادي سموحه، انديه من الانديه انا يعني ما نقدرش نقل من قيمه اي نادي من الانديه دهيا، سواء بيلعب في دوري الممتاز المحترفين او دوري الدرجه الاولى او الدوري الممتاز. احنا عارفين كويس قوي مدى الضيق النفسي والمعنوي بالنسبه للانديه دي، ان النشاط واقف، واحنا شغالين بكل ما نستطيع ان احنا نقدر نكمل النشاط، بس في نفس الوقت انا هعتبر نفسي ان انا خايف عليك اكتر ما انت خايف على نفسك. بالتاكيد. انا خايف على الاسر نفسها اكتر ما هم خايفين على نفسهم. بالتاكيد يا كابتن، بالتاكيد. بشكر حضرتك.